ده اسمه تحدي لوجو جوليو. بصراحه ما لقيتش تحدي احسن من ده عشان نطبق مع بعض السيستم عملي، واثبت لكم ان احنا نقدر نطلع جوده خرافيه حرفيا. يلا بينا نطبق على اول يوم في التحدي، لو مطلوب ليه لوجو كيلوباترا. يلا بينا هنروح كده على الصفحة بتاعة التحدي، والحاجة اللي مطلوبة في البداية هي علامة تجارية لسيراميكا كيلوباترا. اوكي، المطلوب هو لوجو يكون فاخر وهندسي وتراثي ورسمي، ده بمثابة بريف جاهز نقدر نشتغل عليه. تعال بقى نبدأ نستخدم البرومتس اللي معانا علشان نستخدم مكتبة البرومتس اللي معانا علشان نطلع أفكار وسكتشات للوجو ده. هنروح عند شات جي بي تي، كل يا عمنا احنا دلوقتي معانا البرومت ده مخصص لعمل لوجو بفكرة معينة. هنديله اللوجو اللي معانا اللي هو مطلوب في التحدي والتفاصيل بتاعته. هنديله كده شات جي بي تي يدينا برومت زي اللي معاك ده، بس تناسب براند سيراميكا كيلوباترا. خلي بالك هنا انا ما دخلتش اديته الصوره وقلت له ايه اعمل لي لوجو كده وخلاص، لا انا بقول له اديني برومت بس دلوقتي. خد بقى التركايه هنا وخلي البرومت ده يطلع لي لوجو ابيض واسود جاهز على التحويل لفيكتور. دي اهم نقطه. اديني 5 افكار. انا كده خدت برومت جاهز من الشيت بتاع البرومتس اللي بنقدمه، اللي فيه الاستراكشر كامل في كل التفاصيل وايه، وخدت التفاصيل بتاعه اللوجو اللي مطلوب وقلت له يعمل البرومتس دي. ادوس انتر، هنا بيديني صوره، فانا مش عايزه يديني صوره. اعمل ايه عشان اخليه واقف ان هو يعمل لك الصوره؟ هعمل ريفريش كده، هقول له اديني برومتس نصيه وليس صوره، واقول له طب هنا هيبدا ان هو يديني ايه برومتس نصيه. اداني 5 افكار. تعالى بقى بالخمس افكار دول نطبقهم ونشوف احنا هنتعامل ازاي. هتعامل برضه على شات جي بي تي بما ان هو بيجنريت صور بجوده كويسه، وهديله هنا ايه اقول له اديله البرومبت كده وانه ايه ان هو يعمل لي صوره. وهنبدا بالفكره الاولانيه تجربه بس هنطبق على الفكره الاولانيه، ولحد ما الفكره الاولانيه تجهز هروح افتح ادوبي الستريتور عشان ابقى مجهز نفسي. نخليها 1000 في 1000 كده ونقول لوجو نخليها تحدي لوجو جوليو عشان نحط فيه اللوجات كلها. يعني هنبدأ بالشكل ده. شات جي بي تي نشوف عامل ايه ولا ادانا حاجة شكلها عامل ازاي. دي كده مقترحات زي ما احنا شايفين. انا شايف هنا مقترحات جودتها ايه مش مظبوطة معاه. يعني بص ركز على الديتيلز. انا هنستخدم الاي اي، بس احنا مش هنخلي الاي اي يدينا اي حاجة كده وخلاص وناخدها يعني نحولها لوجو. لا احنا ايه هنيجي بقى مدينه بغلط واستنى شوية لحد ما ايه طلع لي نتيجة جميلة. أوي النتيجة دي جميلة كمان برضه كويسة جدا. أنا دلوقتي فضلت ورا لحد ما وصلت للنتيجة اللي أنا إيه عايزها، أو النتيجة اللي أنا شايف إن هي كرييتيف ومناسبة. فنعمل كده داونلود للصورة دي وهنروح تاني على أدوبي إلستريتور نمسح بقى النتائج المعقدة اللي ادانا في الأول دي، ونبدأ ناخد النتيجة دي معانا زي ما انت شايف كده. نتيجة جاهزة حرفيا على الاستخدام. نعمل ايمج تريس، معانا الشكل الأساسي للوجو فيكتور، احنا نعدل عليه أي حاجة حرفيا زي ما انت شايف كده. بص معايا على الكواليتي وشكل الخطوط دي، وزونش خطوط وزونها مظبوطة، فهي جاهزة على الاستخدام مباشرة زي ما احنا شايفين. طبعا بقى أنا هنا محتاج أظبط كولر باليت من برضه شات جي بي تي أقدر أشتغل بيها. هديله برومت ظبط لي بيه الكولر باليت طريقه. هديله البرومت ده وهيبدا ان هو يطلع لي الهويه البصريه مبنيه على الباير بغشونه ومبنيه على الاساسيات الماركتينج والتارجت اودينس بتاع البراند. فهنا بيظبط لي البراند بوزيشننج، بيرسوناليتي، والكور فاليوز، والبراند كي ووردز، والفيجوال دايركشن، واللوجو دايركشن. تمام. والاوبشنز وكولر سيستم زي ما انت شايف كده. طبعا اهم حاجه تهمني دلوقتي الكولر سيستم والفوتوغراف ستايل، التفاصيل دي كلها زي ما احنا شايفين كده. حرفيا واحد اداني كل التفاصيل اللي قدامك دي من غير بقى اضيع وقتي، غير ما اضيع وقت والكلام ده كله. ده زي ما انت شايف الموضوع ما خدش معاه دقايق باستخدام سيستم بسيط وبورتس جاهزه حرفيا طبقها زي ما انت شايف كده. تعالى بقى دلوقتي، انا دلوقتي يهمني اللوجو دايركشن، يهمني دلوقتي الايه تايبوجرافي. تمام. والكالر سيستم عشان اطبقهم على الستايل بتاع اللوجو اللي معايا عشان يطلع اللوجو باحسن جوده ممكنه على شكل.
يعني انا محتاج ايه اكتر من كده؟ يعني انا محتاج ايه اكتر من كده حرفيا؟ كل حاجه اهي، يعني ما كاني عملت تغذيه بصريه، كاني ظبطت التفاصيل دي كلها، برومتس جاهزه، ظبط لي كل حاجه، ما ادانيش النتائج المعاقه اللي بيديها للناس. فاهم ازاي؟ فانا هنا انا بعمل تغذيه بصريه، انا بعرف اعمل تغذيه بصريه وبعرف اعمل كل الحاجات دي والكلام ده كله، بس انا عايز اختصر على نفسي وقت، عايز ان انا اوفر الوقت ده. ما هو التغذيه البصريه هتوصلني لايه؟ هتوصلني ان انا هعمل اكتر من فكره، هعمل اكتر من حاجه. فدي اساسيه بالنسبه له برضه في مرحله ما قبل ما ابدا اطبق الكلام ده اصلا، بحيث ان انا يكون عندي تصور عن الشغل اللي انا هشتغل بيه. ان انا اجهز هنا الكولرز اللي في الكولر سيستم، بحيث ان انا ابدا بناء عليها اشتغل على اللوجو. ولو زي ما انت شايف كده معايا، اول حاجه دي بلاك، اختار كده اول واحده معانا وهغير الكالر بلاك زي ما انت شايف كده. فانا كده حرفيا معايا كالر سيستم كامل مبني على دراسه كامله للبراند. فحاليا هبدا ان انا اظبط الباك جراوند كولر او الاساس اللي انا هشتغل بيه. خلي الباك جراوند كولر معايا هي، وهحدد الكلام ده. طبعا هلاقي هنا نسخه باللون الابيض بتكون ورا الفيكتور ده، فضروري ان انا اشيلها. انا هنا معايا اهي اول حاجه. انت شايف كده الستايل او الشكل ده هو بيوصل اكتر من معنى، فاهم ازاي؟ فانا عشان اخليه محافظ على السوليدز اللي فيه وكلها موجوده فيه، الستايل اللي هو ماشي بيه، بفضل ان انا اعمله كريديات بالشكل ده. هبدا اختار اول لون معايا اللي هو ده، تاني لون معايا اللي هو ايه، اللي هو ده، اللي هو بيوصل الاحساس ان هي دي حاجه معموله من ايه، من السيراميكا او الحاجه اللي البراند ده بيصنعها. خليها -60 كده، بحيث تكون دي كانها طالعه كده. شايف الستايل؟ شايف يعني؟ تحس ان اللوجو بيتكلم، تحس ان اللوجو فعلا وراه معنى، مبني على دراسه، فيه كمان يعني تقسيمه معينه ليه. لو انا كده جبت المسطره معايا ده، تحط ايه لاينز كده، هشوف ان انا معايا حاجه متقسمه هندسيا بشكل كويس جدا. لو فيها اي حاجه انا بظبطها زي ما انت شايف كده. بص معايا، شايف زي ما انت شايف التقسيمه نفسها عامله ازاي، مريح للعين كده، تلاقي الدنيا مظبوطه فيه. فهي دي الفكره، هي دي الفكره، انت معاك حاجه متقسمه صحيحه ومظبطه بشكل صح، بالتالي تقدر تبيع للعميل بقى بسعر ممتاز جدا. وده بالظبط اللي احنا بنتكلم عنه في الكتب. حاليا انا هبدا اظبط الاسم بناء على تيبوجرافي اللي معايا، اللي هو مديني اقتراحات لانواع خطوط كتيره جدا اقدر استخدمها. اختار لون للتكست معايا واظبط كده كده التكست ده دلوقتي. بس انا دلوقتي عشان يكون ظاهر، بس عشان يكون ظاهر معايا واقدر ان انا ايه اختار تكست واحد. هنا بقى هو بيقول لي ايه المقترحات بتاعه الالوان يعني وكده. فانا اختار الفونت ده اللي هو IBM ده، اختار ده وهبدا ان انا ايه اكتبه هنا. لازم انا ابقى مختار كده الفونت اللي معايا، ابدا ان انا ايه بكتبه هنا. اختار اول واحد ده. هبص اشوف انا كده بنظرتي هل هو مناسب لشكل اللوجو، الكيرفز اللي فيه المناسبة مناسب للستايل بتاع اللوجو نفسه. فهو شكله مناسب جدا، الكيرفات اللي فيه مناسبة، الشكل الخاص باللوجو كده. فهلاقي ان هو معايا تمام. بتلاقي الاسم بالانجلش. طبعا انا هنا ما اعتمدتش النتيجة اللي الاي اي اداها لي، خليت الاي اي كل اللي عليه ان هو يختصر عليا وقت كل ما افهم. هنا بقى بنظرتي اقدر اقعد ايه اظبط بقى في التفاصيل. خلي التكست ده كده ايه، اظبط شكله، الحجم بتاعه، التفاصيل دي كلها. اظبط كده المسافات ما بين الحروف بحيث ان هي ايه تكون انت معايا كده، بحيث ان يكون في تناسق بصري ما بين لوجو الانجليش والعربي زي ما احنا شايفين كده. ببدا اظبطها، اجيب الخط ايه ضيفه، خط تاني اضيفه هنا كمان. هجيب انا هنام في الفيديو ده وفي الكورس ده وفي السيستم ده عموما بطبق معاك الحاجة اللي هي بتاعت الشغل العملي. العميل مش هيقعد يدور وراك انت عملت ده ازاي ولا ما عملتش ده ازاي ولا الحاجات دي كلها. انت ممكن تختلف معايا بطريقة شغل دي، ممكن تشوف ان هي تعمله ده وده ما ينفعش ولازم كذا ولازم كذا ولازم كذا. بس كل واحد ليه يعني طريقته اللي شغال بيها. وده سيستم انا جربته ونجح معايا واداني نتائج كويسه جدا. سيستم عملي مركز على الخطوات العمليه، الشغل العملي، اختصار وقتك. لان باختصار انت لو معاك يعني انت معاك وقت كبير تشتغل اكتر، فتقدر تكسب اكتر، فوضعك هيبقى احسن، تلاقي الامور ماشيه معاك بشكل كويس. وكده كده انت بتتطور في ادواتك، بتطور في شغلك، بتطور في ده، بتطور في ده، فتلاقي الدنيا ظبطت معاك. فدي كل الفكره. فانت اصلا حتى بتستثمر في السيستم ده، بتشترك فيه مع اول شغلانه بتجيلك، خلاص على كده انت عوضت ثمن السيستم ده اصلا، وانت اللي كسبان، معاك سيستم كامل شغال بيه.
والسيستم هنا انا قصدي بيه طريقه شغل، يعني انا قصدي هنا طريقه شغل كامله انا بشتغل بيها، ان هو سيستم مثلا جاهز انت هتاخده تسطبه عندك وهتبدا تشتغل بيه والكلام ده. لا، فانا هنا ايه زي ما انت شايف معايا كده ظبطت اللوجو بالشكل ده، اقفل كده الباك جراوند بحيث ان انا اتحكم فيه براحتي. من هنا بقى ايه اظبط الدنيا معاك. انت شايف صح؟ نبدا نحط ستايل اولا، شكل اولاني كده. التكست عايزه يبقى واخد نفس الستايل الخاص باللوجو نفسه، بحيث ان هو يكون ماشي معاه كده بشكل كويس. فانا اختار هنا اللون اللي انا قلبلت تم برضه ده انجلش، طلع كده بحيث ان هو ايه يكون متظبط بشكل مناسب كده يا سيدي. زي ما انت شايف هتيجي معايا للوجو الدنيا زي الفل. طب انا عايز اعرض اللوجو ده بشكل تاني مختلف كده، معرض معايا بشكل رأسي، اعرضه بقى ايه بشكل افقي دلوقتي زي ما انت شايف اهو بقى اللوجو بالشكل ده. ده احنا ايه الستايل والشكل بتاعه. فانا بقى بقدم للعميل المقترح ده فكره واثنين وثلاثه، وانا معايا الاي اي بقى، انا معايا الاي اي يعني بجرب فيه براحتي وبظبط التفاصيل دي كلها براحتي. فبقدم للعميل عدد افكار كبير جدا وخلال وقت اقل بكتير، فده بيختصر عليا اصلا عناء ومشقه كتير مع العميل ان انا اقعد اتعب بقى في لوجو بالساعات واروح اقدمه للعميل وفي الاخر يقول لي الفكره مش عجباني او انا حتى اعمل كذا فكره فما يعجبوش اي حاجه خالص. وده حرفيا كان بيحصل معايا كتير جدا، ان انا مثلا اقعد اشتغل يعني على فكرة لساعات طويلة طويلة جدا، وافضل احاول وابحث واعمل وسكتشات وتغذية بصرية زي ما تقول ماشي، تظبيطات بقى وحاجات كل حاجة بقى، يعني ساعات طويلة جدا. وفي الاخر مرة قدمت العميل حوالي 3 نماذج بالظبط، والشغل كان كويس ما فيهوش اي مشكلة فنان وكل حاجة مظبوطة. بس هنا نظرة العميل قال لي ايه، لا خلاص الشغل ده مش كويس مش عاجبني الكلام ده. ده وجهة نظره. فأنا هنا علشان أعمل له نماذج تانية غير اللي أنا عملتها دي هناخد وقت طويل جدا لحد ما أوصل للنتيجة اللي ترضيه. وخد بالك هنا إن الفيصل في الموضوع كله هو العميل بتاعك، أنت تقدم له نتيجة كويسة وتحقق النتيجة فعلا وتبقى شغالة معاها بشكل كويس وشكلها موديل كويس. فدي الفكرة. فده اللي أنا بكلمك فيه بقى، إن أنت هنا معاك ال AI اختصر عليك الوقت، ده بورد جاهز، أفكار، حاجات تطبقها، في حاجات عبيطة ماشي مش عايزينها، حاجات تلاقيها كويسه تلمح كده انه اداك ظبطت هي دي اللي انا عايزها. تعتمد النتيجه دي تبدا ان انت تحولها لفيكتور بالشكل ده وتظبط بقى التفاصيل بتاعتك، تقفل كده بقى ايه البراند ايدنتيتي بقى. شفت انت البرومت اللي انا اديته للشات جي بي تي اداني براند جايد لاينز عامله ازاي؟ ده غير كمان الابلكيشن اللي احنا شغالين عليه حاليا اللي مش بيعمل لك مجرد براند جايد لاينز كده، لا ده بيدي لك كل حاجه حرفيا، دراسه متعمقه جدا جدا للبراندنج، كل التفاصيل خاصه بحيث تساعدك اصلا ان انت تقدم للعميل فعلا يعني جوده كويسه جدا جدا، وتعلي سعرك كمان. يعني انت تخيل انت مش بتاخد وقت في التنفيذ وكمان بتعلي سعرك. ودي الفكره، وادي يا سيدي اهي نتيجه نهائيه. وممكن انا بقى معايا اصلا يعني افكار غير محدوده اقدر اطبقها واقدر اظبطها واقدر انفذها. فهي دي الفكره وده اللي بنتكلم فيه. فلو انت مهتم بالسيستم ده وتعرف اكتر وازاي اشتغل بيه والبرومتس الجاهزه دي تشتغل بيها ازاي والحاجات دي كلها، سيب لي كومنت بكلمه سيستم وابعت لك كل التفاصيل. اشوفك في فيديو جديد.